في سلم الترتيب مع انطلاقة الدور الثاني. يعني النهضة 25، سويق 24، سيب 23، صحن 21، فنجو 20، سور 19. متقاربين جدا. النهضة ماشي بشكل ممتاز. السويق ايضا بطل الثلاثية مع امكانية تعزيز الصفوف بمجموعة من الاسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية. السيب مع الحماسة الكبيرة والدافع المعنوي الكبير اللي يتلقاه الفريق من جمهوره ممكن يستمر. صحن بطبيعة الحال واحد من الأطراف الرئيسية، وفنجة بكوكبة النجوم كذلك راح يكون منافس. سور لو استعاد اتزانه من جديد ممكن أيضا يعود لوضعيته الطبيعية، وبالتالي فعلا هنالك إثارة كبيرة جدا سوف تكون متواجدة على مستوى القمة. يستمر أحمد عبد القادر في الحديث مع مساعدة، وايضا الحكم المساعد الثاني سيف الغافري يدون ويسجل مع عمر اليعقوبي. لا لا لا، هذا التصرف مرفوض مرفوض. الكرة بتلعب ايا كانت الامور، لكن في النهايه هي كره قدم. معلش يا جماهير، ولابد ان لا نخرج عن نطاق الروح الرياضيه. لا شك ان العقلاء سوف يتدخلون الان لانهاء هذه الاشتباكات. عمر اليعقوبي يوقف المباراه في هذه اللحظات حتى يعني تتوقف هذه الاشتباكات. ما هي اشتباكات لكن هذا الرمي. يعني اللقطة للأسف أنها تتكرر في مباراة ثانية. ألعاب نارية موجودة، وهنا علامة استفهام كبيرة تطرح: كيف دخلت مدرجات المجمع الرياضي بصحار؟ كان يعني المنطق يقول انه في العادة تفتيش روتيني يجرى قبل دخول الجماهير للملعب، لكن مفرقعات عديدة موجودة اليوم، وللأسف سوء استغلال لعلب المياه الموجودة. أتمنى أن تنتهي هذه المسألة سريعا وأن يتدخل العقلاء نعم لإنهائها. معلش تستمر الامور يعني بهذه النتيجه. لو انتهت المباراه صحم يصل لنقطه 24 مثل ما ذكرنا يساوي السويد. وانا عمر اليعقوبي في حديث مع مراقب المباراه عبد الله السبيل، راح نشوف القرار القادم. ما هي التوجيهات من عبد الله السبيل؟ مشهد بصراحه ما نتمنى مشاهدته للامانه. يعني نتكلم عن الصوره يجب ان تتغير. لا تعليق عندي بصراحه، لكن اصحار بهذه النتيجه مثل ما ذكرت يستمر في المركز ال 12 9 نقاط، يتقدم على الاتحاد ب6 نقاط. الاتحاد المركز 13 ومجيس في المركز 14 بنقطتين. يعني نسبيا هو بعيد ب6 نقاط، ووضعه يعني بشكل او باخر جيد لانه بعيد عن المركز زي الهبوط المباشر، لكن لا زال في دائره الخطر. واعتقد ان فتره الانتقالات الشتويه لابد ان تكون فتره تصحيح للمسار، تعزيز للصفوف، ومحاوله يعني استدراك ما فات
في الدور الأول من عمر بطولة الدوري. حاول لإنهاء يعني هذه التدخلات. العقلاء موجودين بطبيعة الحال وبحكمتهم يحاولوا أن ينهوا هذا المشهد بشكل طيب بطبيعة الحال. كنا نشيد بالجماهير وبحضورها الفاعل ومؤازرتها لفريقها، لكن هذا الخروج عن النص مرفوض تماما. لكن الغريب وارجع واقول علامات الاستفهام، المساحة الفاضية هذه تماما ليش؟ يعني مفروض تكون في حدود فاصلة، في حواجز. سلام ان شاء الله هذا الطفل يبدو انه اصيب. بالسلامة ان شاء الله، بالسلامة. مراقب المباراة عبد الله السبيل قريب من المشهد وراح يشوف القرار القادم. بالسلامة ان شاء الله. لا 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 لا، يعني والله مشهد يخدش الصورة الجميلة اللي شاهدناها في أغلب فترات هذا اللقاء. هذا الطفل الصغير المتواجد هنا لمؤازرة الفريق ولحبه لكرة القدم، حرام أن نرسم في ذهنه يعني فكرة ما هي طيبة عن الكرة وعن الروح الرياضية اللي لابد أن تكون موجودة في عالم المستدير. خروج عن النص مرفوض تماما، وأتصور أن لجنة المسابقات ممكن تكون لها كلمة بعد هذا اللقاء. محتاجين لتنظيم أكبر بصراحة. يعني نتكلم عن دوري محترفين وعن نسخة أولى تذهب أو تنظيميا. أتصور أن أهم عناصر التنظيم هي السلامة للجميع صراحة، السلامة للجميع. إلى الآن ما نشاهد رجال أمن يتدخلوا لإنهاء الموقف. صراحة لا تعليق على المشهد. لا زلنا وياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في انتظار أن تهدأ الأمور وتستأنف المباراة من جديد. لكن هذه الفترة من التوقف لا شك أنها راح تأثر بشكل كبير على عطاء اللاعبين. يعني اللاعب وصل لفترة يعني دخل جو المباراة، بذل مجهود بدني عالي، فجأة يتوقف لدقائق وبعدين يرجع مرة أخرى في منافسة سريعة. لا شك أن يعني مسألة قد تعود بنتائج سلبية على اللاعبين. شايفين الحواجز أو الحاجز اللي بين المدرجين، يعني لو كان في سياج أطول شوي كان ممكن أعتقد أنه يحل المشكلة، خاصة أن الموقف هذا تكرر في أكثر من مناسبة. على العموم عمر اليعقوبي والحكم الرابع
مراقب الحكام والمنسق العام للمباراة في حديث مستمر. هل توقف المباراة ويتم استكمال ما تبقى في وقت لاحق، أم أن الأمور حلت نهائياً وتستأنف؟ أن تكون في مراقبة متابعة لهذه الأسماء التي تخرج عن النص وتتسبب في هذه الفوضى وإبعادهم عن الملاعب بصراحة، يعني إبعاد أو إيقاف أو المهم يكون في تدخل نعم، قلة لكن تؤثر بشكل عام على الصورة العامة للمباراة. شايفين المفرقعات أيضا موجودة. ونكرر السؤال مرة أخرى، كيف وصلت إلى المدرجات؟ عمر اليعقوبي، ما هو القرار القادم من هذا الحكم؟ كابتن علي الفارسي اخصائي علاج طبيعي، هو من عالج الطفل الذي اصيب، وايضا طلب من اللاعبين ان يتجهوا للجماهير ويطالبوهم بان يهدأوا. هدأت المدرجات الان، واتصور ان المباراة سوف تستكمل بعد لحظات من الان. إذا أمير كلادي أيضا يبدو بأنه يجهز ورقة قادمة، أتصور ذلك. لا شك أنه سوف يعمل جاهدا للعودة مرة أخرى. ناجي المقبالي هو من سوف ينزل بعد لحظات قليلة من الآن. عيسى الصالحي الكابتن في حديث مع عمر اليعقوبي المبتسم. جميلة هذه الروح. اللاعبين يعني لسان حالهم يقول بأن الأمور هدأت واستقرت، وبالتالي يودون استكمال ما تبقى من عمر هذا اللقاء. عمر اليعقوبي لا زال يعني في حديث مع مراقب المباراة والمنسق العام للمباراة. يعني هنا مجموعة من ردات الفعل للاعبين خلال فترات مختلفة من عمر هذا اللقاء. من جانب الصحار ومن جانب صحم. وهنا الابتسامة من عمر اليعقوبي. هي الأمور خلاص هدت في المدرجات، يعني الحمد لله استقرت، ما في قذف، ما في أحداث خارجة عن النص.
لكن عمر اليعقوبي لا زال متريث هو وطاقمه. المباراة راح تستكمل. والله احنا كنا ماشيين معاهم ايضا برتم يعني متصاعد، لكن هذا التوقف بعد ايضا اثر على حتى على معلق المباراة. إذن يعني الأمور مع نهاية الدور الأول تقريبا لدورينا في أول نسخة من دوري المحترفين تظهر بتنافس كبير على مستوى صدارة الترتيب. ويعني الاتحاد ومجيس هي الأندية التي تعاني كثيرا الحقيقة في بطولة الدوري حتى الآن، لكن ممكن تتغير الأمور، تتغير الصورة، خاصة بعد فترة الانتقالات الشتوية. واحنا بصراحة نتمنى توفيق للجميع، نتمنى أن تكون جميع الأندية يعني حاضرة في أفضل حالاتها، لأن هذا الشيء في النهاية ينعكس على مستوى البطولة بشكل عام، وهذا هدفنا بطبيعة الحال. لكن ملاحظين أنه يعني صار في تحسن نسبي على الصعيد الفني بالنسبة لأداء الفرق بشكل عام. حتى الأندية تشجعت كثير، تعاقداتها كانت أفضل بشكل أو بآخر قبل انطلاقة هذا الموسم. الكل وده أن يسجل الحضور الأفضل في النسخة الأولى من دوري المحترفين، لأن تاريخ لا شك أنه راح يسجل البطل الأول، هداف الدوري الأول مثلا في نسخة المحترفين، اللاعب الأفضل، الأجنبي الأفضل، الإدارة الأفضل، الجمهور الأفضل. يعني كلها أرقام لا شك أن الأندية تفكر فيها مليا، وتتمنى أن يعني تحصدها مع النسخة الأولى من دوري المحترفين. ويعني الدوري نقدر نقول أنه بشكل أو بآخر أيضا أفرز مجموعة من الأسماء اللي رفضت منتخباتنا الوطنية، ليس المنتخب الأول فقط، حتى منتخب الشباب، والمنتخب الأولمبي أيضا. وهي العلاقة في النهاية ترى علاقة طردية، متى ما ارتفع وتحسن مستوى الدوري هذا الأمر ينعكس أيضا على عدد اللاعبين المميزين اللي راح يكونوا متاحين لمنتخباتنا الوطنية بطبيعة الحال. ما أدري يعني السبب اللي إلى الآن لا يدفع حكم المباراة لاستكمال ما تبقى من عمر مباراة اليوم. لاحظين أن الأمور هدأت في المدرجات. هل من إجراء قادم مثلا؟ هم في انتظار أن يتخذ، أن يتم الانتهاء منه ممكن، لكن اللي واضح أمامنا أن الأمور استقرت تماما. اللاعبين يجروا يعني أو يحاولوا أنهم يجروا على أساس يكونوا حاضرين بدنيا، وأتصور أن المباراة سوف تستكمل الآن. نعم عمر اليعقوبي خلاص قرر أن تستكمل المباراة وما تبقى من عمرها. أحداث يعني ما كنا نتمناها، لكن الديربي سوف يستكمل بعد لحظات قليلة من الآن. عد ونذكر أن السحام لا زال متقدم بهدف وحيد سجل محمد زينو في شوط المباراة الأول. الآن يخرج خليل الكحالي وينزل ناجي المقبالي.
أمير كلادي يجري ثاني تغيير بالنسبة له في مباراة